يوم تعانق السماء فرحا، ويوم تتمنى لو أن الأرض تنشق وتبتلعك. هكذا الدنيا. أنا عند ظن عبدي بي. أنت وش تظن بالله تكون النجاة. أنت وش ظنك بالله تكون سبل السعادة. أنت وش ظنك بالله يرفع عنك البلاء. شوف، الدنيا بالذات متقلبة المزاج. أنت متقلب المزاج، طقس الدنيا متقلب المزاج. حتى يوم الدنيا متقلب، صباحا غبار، مساء صفاء. صباحا تجد الضباب، مساء تجد الجو الجميل. متقلبة الدنيا حتى في أجوائها، حتى في بحورها. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. حتى في جبالها، جبل عال وهضبة. حتى في أوديتها، واد تخشى أن تنظر إليه، وواد تجد الأنهار به وتجلس به. هذه الدنيا. الدنيا تجد وأنت في الطائرة تمر على الصحراء، ثم الجنان، ثم البحار، ثم البساتين، ثم الثلوج. هذه الدنيا. إذا كانت الدنيا أصلها وفصلها متقلب الأجواء، متقلب المناخ، متقلب التضاريس. حتى نحن كشعب، كشعوب، نحن كشعوب، كأمة، كإنسان، نحن نتقلب بمزاجنا. صباحا تجد الابتسامة ربما تشرق من الشرق للمغرب، وربما مساء لا أريد أن أسمع صوت أحد، وربما العكس، تجد صباحا عند الإشارة الضوئية لا أريد أن أتكلم مع أحد، وربما لو رأيتني لاستعذت بالله. لكن ربما مساء تجدني أمرح وأضحك وأستدعي الشباب، تعالوا نريد أن هذه الدنيا. يوم تريد أن تخرج للبر وتنزه نفسك، ويوم تغلق على نفسك الباب. هذه الدنيا. إذن لابد أن نتقبل هذه المزاجية منذ أن خلقنا حتى الممات. في الجنة لا يوجد مزاجية، سعادة. في الجنة سعادة، لا خوف، لا حزن، لا شيء، سعادة مطلقة في الجنة. لكن في الدنيا يوم سعيد، يوم حزين، يوم تعانق السماء فرحا، ويوم تتمنى لو أن الأرض تنشق وتبتلعك. هكذا الدنيا. إذن لابد من وضع قاعدة حتى أقاوم هذه التقلبات المزاجية التي أنا أعاني منها. إذن لابد يا وسيم يوسف أن نضع قاعدة حتى أستطيع أن أتجاوز هذه المزاجية إن صلح التعبير، وأكون فعلا إيجابي. أنا عند ظن عبدي بي. أنت شو تظن بربك؟ أنت ماذا تظن بالله؟ هل تظن أن الله سيتخلى عنك؟ تعلم لماذا الله عز وجل يطيل المصيبة على العبد حتى إذا انقطع به السبل من كل الناس وصل لمرحلة يقينية أن البلاء لا يرفع عنه إلا بالله، إلا بأمر الله، فتزداد عليه المصائب وتستمر المصائب. لهذا أول إيجابية يجب أن تكمن في قلبك: أنا عند ظن عبدي بي. ماذا أنت تظن بالله؟ لأن الله لا يحب الحزن ولا يريد منك الحزن، لأنك إذا أصابك الحزن انطويت على نفسك وأغلقت على نفسك الباب، ورأيت أن السبل والأسباب قد قطعت بك، وبقيت وحيدا في الدنيا ولا أحد يشعر بك، وتنسى أن الله يعلم السر وأخفى. قال العلماء: كيف أخفى؟ يعلم السر وأخفى. كيف الأخفى؟ يعني السر هو خفي أصلا. أنت الآن وأنا على الهواء مثلا وقع في نفس السر، زين، أنت والله ما تعرفه. والله أنا قلت كلام في السر الحين، شو رأيك؟ أنا الآن والله ما تعرفه. الله يقول زين، الله يعلم السر. طب وش هو الأخفى؟ قال: قبل أن أقوله، قبل أن أقول السر، قبل أنا أن أعلم السر، الله يعلم السر. فكيف فما ظنك بالله الذي يعلم قبل وقوع السر عن السر، قبل أن تعلمه أنت؟ إذن يعرف همك، لكنه يريد أن يرى فعلك، يريد أن يرى فعلك. فأول قاعدة يجب أن ترسخ في أذهاننا، للطلبة، للجامعات، للمدارس، للأمهات، للآباء: أنا عند ظن عبدي بي. أنت وش تظن بالله تكون النجاة. أنت وش ظنك بالله تكون سبل السعادة. أنت وش ظنك بالله يرفع عنك البلاء. لهذا كل بلاء وقع بك اعلم أن الله عز وجل يرفعه. أنت تقول: وإذا مرضت فهو، إذن يرفع شفاء. أنت تقول: فما الله عز وجل يقول: في السماء رزقكم وما توعدون. الرزق بيد الله، فأي بلاء يقع شفاء، رزق، قوة، عافية، ملك، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة. كل هذا بيد الله. يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يمرض من يشاء، يشافي من يشاء، يرفع من يشاء، يسقط من يشاء. فإذا ظنك بالله أحد البوابات التي تمنحك الإيجابية. فلا بد أن نتفق على حسن الظن بالله. من باب الإيجابية أن لا أحكم على المخطئ أنه مخطئ متعمد. لهذا لا تيأس ولا تبتئس، وإياك إذا سيطر عليك الحزن
فأنت عنصر خامل في المجتمع، لا فائدة منك ولا في فائدة ترجى منك، بل أنت تثقل على الناس. أنت إذا وقعت في الحزن أمك تحزن على ما أصابك، والوالد والأخ وكذا، تصبح عنصر حزن، مصدر حزن. لكن لو أنت كنت متفائلا فأنت تجمع الأسرة حولك وتخفف أنت عن الناس، وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله رغم المصاب، لكنه كان يخفف على نفسه وعلى الناس. الصحابة حملوا هم ربما أوجاع النبي صلى الله عليه وسلم وبان على وجوههم، والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر على وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمدة المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو العمود القائم في المدينة، سقف المدينة. فلو رأوا الصحابة معالم الحزن ومعالم عدم الإيجابية عليه، فما ظنك بالصحابة؟ كانوا يحزنون لحزنه ويفرحون لفرحه. فالإيجابية، أنت كرب أسرة يجب أن لا تظهر حزنك لأفراد أسرتك، لأنك أنت عمود المنزل. إذا أنت انهارت البيت ينهار معك. يجب أن تدخل مبتسم وتخرج مبتسم وإن كثرت عليك الأوجاع. أنت كأم لا تظهري مشاكلك ما بينك وبين زوجك لأبنائك، لأنهم سينهارون معك. الطفل يحزن لحزن أمه ويبكي لبكاء أمه وهو لا يعرف الأسباب، ويرى أن أباه متوحشا لأنه أبكى أمه، لأنه يرى أبكى أمه. فلهذا أنت لا تظهري هذا لأبنائك، ابتسمي معهم وتعلمي. وهذه المشاكل بينك وبين زوجك كوني على إيجابية فيما بينك وبينه، لا تظهريها لأبنائك، كوني عاقلة. لهذا ديننا دائما يعلمنا أبدا، دائما وأبدا الإيجابية.